دلوقتي مخرج العرض 1+1. اهلا بيك. وليه 1+1؟ 1+1 دايما الإجابة المنطقية بتاعتها 2، لكن أنا في العرض بقول إن ما أبعد من المنطق، الخيال من غير حدود. 1+1 ممكن تساوي أي حاجة. ده هدف العرض. عايزاك تكلمني عن فكرة العرض كله، وجات لك ازاي فكرته؟ لا، هي فكرة العرض كانت هي مستوحاة من قصة كاتب حقيقي اسمه إدوارد أولبي، كاتب أمريكي عانى نفس المعاناة المؤلف عندنا في العرض، القائم بدور المؤلف. هي المسرحية عبارة عن أفكار، خواطر، ترهات بتيجي في دماغ مؤلف وبيقوم بتسجيلها. بس بيكون الصراع بعد كده في ان ازاي الافكار اللي في دماغه بتتداخل زي ما بيحصل في دماغنا كلنا، بين الوعي واللاوعي، بين الافكار الشريره والافكار الكويسه، لغايه اما في الاخر الخير بيقضي على الشر اللي لازال موجود برضه. لقيت صعوبات ان انت توصل الفكره اللي انت عايزها ده لفريق المسرح اللي معاك؟ هو كانت الصعوبه الاكبر في ان احنا نفهم اللعبه كلها. احنا بنلعب لعبه مسرحيه ارتجال، انا بعيد صياغتها بس الناس الصعوبه كانت في ان احنا نوصل لليفل معين من الهارموني ما بيننا اللي نقدر بعد كده نطلع بيه العرض. عارفه تعرف بنت زمان كده اسمها طارق، مش عارف ليه لما انت مشيتي افتكرتها. بنتنا اللي زي بطل يضحك هيبطل يقلق. بنتي اخطاء هتبطلوا تيجوا عشان كده انا لازم اقول بس لو كان لازم يخليكم تقولوني كده على طول ماشي. كده هتموت عياط الهموم تحب برضه هتموت، بس الضحك بيموت اسرع. مش بيقولك الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه؟ الضحك بيموت يا ضحك. المكان مصر الزمان لما كان الشيء السيد علي، هذا هو الاسم المختصر لسلسله اسماء يستطيع الانسان معرفتها بسهوله على لافته حانوت العطار. السيد علي جلال عامر المنياس. المنياس هو لا شك لقب العائله الكريم، بدليل ان الرجل يرفض التنازل عن من ويجعله موضع المفاخره.
عارف سيبنا كلنا هنموت بس انا مش هحزن ولا حد فيكم المفروض يحزن حتى لو الحياة دي كانت نهار لوحدي أعز حاجة عندي حتى لو مرة في الأخير الحياة حلوة يا حاج معقول حتى اسمها حياة يعني حلوة هذا الحاجة مفروض حسن وتعجبني وهو كان لقد كان يتحدث عن ولده كما يتحدث عن قطع منقود أو قطعة خبز وهكذا لم يكف عن الانتصار والضحك بدل الناس كأنه ظهر الحياة وعاد للعبث ولكن فأنت إنه ابنه الوحيد ثمرت 25 عاما من الجهاد الصامت وذاك هزال الرقم له وبعدين هو لا يزال حتى جف ذات يوم شيعت جنازته بالبكاء والعويل بدل البكاء والعويل نشادا في جنازته هو الرياض التي لم ينطق يوما غير الضحك والغناء صارت الجنازه ببكاء السيده الى مدافن الامام وفي طريق وقف البكاء
بيسألوني كل ساعة مرة. لكن ساعتها زهقت. معلش كده كده مش بإيدك حاجة تعملها، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتعملش فيها حاجة. تموت وتسايب راحة ما بعدها راحة. عارف ايه أكتر حاجة بكرهها في حياتي؟ الشمس. بكره الشمس. لو انت دلوقتي مبسوط عشان مش حاسس باللي بيحصل حواليك. تخيل بقى لما مفيش نور ومحدش شايفك. لو ما شفتش حبيبي عمر الدنيا أبو إلياس يمكن كنت عشت حياة أحسن. معلش ظهر إن أحسن ما في الحياة إنك كنت أحسن. عارف ليه أنا بحب الميتين وبحب الموت؟ علشان دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتعملش فيها حاجة. بتموت بتدور بتسيب مرتاح. وبعدين ايه اللي عمل في الوقعة السخنة اللي انا فيها دي؟ هموت ولا ايه؟ لا عيان بس. عيالي بس وسبت ايه؟ بص يا أستاذ انت بس كده أنا دماغ أي حد فينا بتنقسم لنصين. واو ولا واو ولا واو. مالك أنت؟ واخد لك بالي يا اخي، مين اللي قايل لك الكلام ده؟ ايه الفقرات دي؟ بس حد تخيل ايه اللي ممكن يحصل لو في دماغك فكرة وحشة. اقرص جامد. مفيش تفكير تاني أصلا. يلا اتفضل. ايه الكاس خلص؟ لا اتفضل احكي لي الحكاية من الأول. من الاول ده انت شكلك فاضيه بقى. بصي انا مش هحكي لك من الاول، لا ده انا هحكي لك من الاول خالص بقى. الأولى والثانيه والثالثه الأولى والغدر وقت الحكم صباح الامان بشير والثانيه والندل مهما احتكم يقدر ولا يفيش والثالثة والحر مهما احتكم والحر مهما احتكم والحر مهما احتكم للندم ما يعطيش. أولها غربتي، ثانيها بلوتي، ثالثها بلوتي. والبلباب قال لك ايه؟ قال لك البلباب والبيبان قال لك ايه؟ قال لك شربة عجيبة التركيبة بلدي يا بلدي البلباب قال لك ايه؟ قال لك شوف يا مواطن، شوف يا أمير شوف يا مواطن شوف يا أمير واسبق شوفك التفكير
مش اسف. يا عم عرض الله انا اسف. ابو ربنا كمان. يا عم انا كنت بتكلم مع نفسي وبعدين ايه هو الواحد ما يعرفش يتفك معاك بكلمتين كده يتجنجل. لا ده ممكن يتجنجل خلاص. زكي انت مبسوط معانا هنا في السجن؟ انا مبسوط يا باشا. بس انت التاني قالوا لي يا باشا هو انا مش هشوف حضرتك تاني؟ يا ابني انا بتشاف مرة واحدة بس. لو شفتني تاني اعرف اني جاي اقتلك. انت بتعمل كده ليه؟ وانت عامل لي كده ليه؟ ده ليه؟ ده نجوم ده ليه؟ انت بتتحداني. انت مش موجود اصلا عشان اتحداك، وعلى فكره انا قالت ان مفيش سجاده ولا حاجه. لا في سجاد. ودي مش اطباق. لا دي اطباق. امال ايه يا عم دي من الورق والاقلام؟ لا دي اطباق. طب انت تقدر تقول انا باكل ازاي؟ واحد زائد واحد بيساوي كام؟ 2. جدك ابو حسين. اخرس. واحد في حمي انا بيتقال واخرس. طب ايه رايك مش هخرس عشان ايه انا بديك؟ انت مش موجود. ايه يا زكي انا موجود جواك يا زكي، انا حواليك في كل مكان. طب انت بقى ناوي تقضيها فلاشه؟ انت هتعمل مفيش سكر ولا حاجه. الحمد لله. لا بص بقى بص انجز بقى من الاخر يلا. انت هتعمل ايه؟ مفيش لا سجان ولا حاجه. انت زعلت ولا ايه؟ يا سجان يا عينه. عشان بجد ترى بقى اولاي واعلام القصص هم اللي مخليني اعيش ولا الناس اللي حاسيني هم اللي مش مخليني اعيش؟ يوه ادي الورق على الاقلام على القضبان على الزفت. ايه ده؟ ده انا خرجت انا خرجت انا خرجت انا خرجت خرجت من السجن خرجت من السجن. طب وبعدين؟ وهتعمل ايه يا زكي؟ نرجع السجن. هتعمل ايه يا زكي؟ عارفين العزم؟ وصلنا
خلاص. يعني احساس العذاب بكى ولا احساس الراحه؟ عشان توجع القلب مش كده. احساس جدع. انا ماليش حكايه. طول البلد هم اللي ليهم حكايه. يحكوا اللي ما كانش قصدهم. على فكره انا ما بخافش. ما بخافش خالص. يحكي عنا ولازم يحكي عن زمان ومش زمان. طب ليه الحكي بقى وايه القول؟ يا اخي شيل في قلبك. هما توصل البقول. يا اخوانا هو اي حد بيتفلسف؟ الفلسفه دي ليها ناسها. لو سمحت احنا قدامنا كتير. لسه شويه. ايه هو شويه مين؟ حوالي يمين وعليك. مش شويه؟ قدامنا كتير. لسه شويه كمان. قدامنا كتير. قدامنا كتير طب لو مش قدامنا كتير. لا كده نخبط. لازم عشان نعرف نتصرف صح نحن ما نخافش. يوه قدامنا كتير قدامنا كتير. قدامنا كتير. ما تيجي ننزل ونكمل ماشي احسن. ده ايه ده؟ يا اخوانا انا تعبت من المجاليف. ولا كل ما اقول لطوبه يا ابويا تدولي المجاليف. الريح سادة. ليه في دورتين يمين؟ بمناسبة الدوران فكرتوني بنكتة. بيقول لك احنا بندور على ناس مش بيدوروا علينا. وغيرنا هو اللي بيدور علينا. المهم ان احنا نفضل ندور وهم يدوروا واحنا ندور وهم يدوروا واحنا ندور. هذا الموضوع كله ما نوصل. بس تحت. ايوه تحت العمايل. انت بعينيك دي. لا تحت كمان. تحت لقمة النيون. تحت المحلات. ايه اللي بنتفرج على مدارينها بس. ندخلها. لا تحت العمايل وساعات صبيح. مش في النص. ايه ده؟ ما تحاسبوا. المايه خلصت البدله. ما تخافوش عادي مفيش حاجه. هيكون ايه يعني؟ كانت موجة عالية وعدت خلاص. هتيجي ايه قدام موجه واحده من امواج الدنيا اللي بتخبط وبتبهدل في الغلابه اللي زيي. ايه ده؟ يا جماعة احنا في مركب وخبطتنا موجة. عادي يعني. ايه مركب والحياة بتخلي فوق. هنرفع راسنا ونكمل. هنتنيل نغرق ونتكسر. لا احنا نغرق ونكتشف. يا طب ما ينفعش نرجع. عمك سمعت يا عم مولود رجع بطنه تاني. وليه لا؟ عشان الريح ماشيه في اتجاه واحد لقدام بس. انا بخاف. بخاف مني. بخاف كده على الجوي. كلمة بجد. القدر كده جاي. ما تخافش ناحية البحر يا اخويا. ده في المال. خاف المد والجس التربيعي. ايش يقول يطلع يتنفس.
علشان كده بكره الناس اللي مش حابه عشان مكسلين يشتغلوا. نعم نعم نعم، انت بتحيريني فقري. على فكره بقى فقري ده علمني القناعه، والقناعه كنز لا يفنى. انا وزي كل الفرنسا اصحابي بشوف ان ما الشهاده الا من اللي هو الفقر والعفريت كلها. ها؟ يبقى دنيا ازاي من غير فقر؟ هي دي الدنيا يا جماعه. ايه؟ ياخد من غني، غني مستعجل لا يستخف يعطل. شوى لساننا لقدام واحساسنا اللي مواجهنا. خايف يقول ما تخافوش. كلام اتفلسف من واحد جاهل لا بيقدم ولا بيأخر. خايف مش عارف الطريق. يا مسافر من ضلمة ونور يا مضحي ومعدي كسور، خد بالك الايام هتدور. هو ما بقاش في هوا ليه؟ المية واطية، المجاديف بتخبط في الأرض يا جماعة. سمع صوت قريب. خلاص يا جماعة احنا وصلنا. كله جاهز، هاتوا وجيبوها في نص المركب.
من كفايه قوي كده يا سعد. ايه ده؟ مش بتحبيني؟ يا الله يا حكويت بص يا علي، صحيح انا بحبك، لكن في نفس الوقت بحبهم وبحبك تاني، وانت زودتها قوي. ايه الحالة الوحيدة في الشطرنج اللي مستحيل حد فيها يخسر؟ كده مش هتضرني في حاجه، خليكي معايا احسن. ما عادش ينفع يا علي. لما الملكين يقفوا مع بعض. فاكر ان انت هتعرف تعمل لي حاجه لوحدك؟ هو لوحده لا، انا وهو نوصل. ايه ده؟ انتوا اتفقتوا عليا انتوا الاثنين؟ بتعملوا عليا انا ليه بقى؟ طب ماشي يا سمر، انا بحبك يا سمر، يا استاذ عماد، انا كويس واسمع الكلام، اصل انا ضامن ولا اقدر ده. لما الاثنين الهواء يقفوا مع بعض مستحيل حد فيهم يخسر. وانا عمري ما هخسر، انت سامعني؟ انا عمري ما هخسر. عيال صغيرة حاسة بالدنيا كلها جوه دماغي، كأنها صندوق الدنيا. صندوق الدنيا، صندوق الدنيا والتاريخ على حبل غسيل. صندوق الدنيا بالمكان، مش عايزة ذكاء، عايزة صحيان. اصحى فوق، بصوا معايا، بص وشوف كان ايه وازاي. كان فن، متعة، لسان، كان كلمة بلا صورة بس الكلمة أغلى. الصورة كانت دي خيال الدنيا، بيضة من بهبان الجمال. وحتى المحيط ورا جوز العين. والناس بكلام. لكن انا بكر يجي معطل من تاني. شيوخ الغفر قالوا مين دول؟ الشيوخ قالوا العبودية دي من حقنا احنا. هم المغرسون قالوا ايه؟ يا كلنا فلاحين زينا زي بعض. اشمعنى انتم؟ اشمعنى انتم؟ ودلوقتي النقطة. مرة واحدة راح الشيخ الغفر قالوا بعضهم وهم قالوا وهم بعضهم كتير قوي. الولاد علقوا صوت كتير قوي. ايه الحاجة اللي لما بنتخانق عليها كلنا بنصوت كلنا؟ العيد يا ولاد. عليكم اسمعوا. توصل الصورة. الفرجة متى رغم البدء. في الكلمة حكمة رغم الورقوس. ودارت الدنيا دارت تخلف، وتغير الحال، اتغير مسيرته. اترقى على غصن الباقيين، والدنيا نورت الدنيا الباقيين فيه. يكتب على السين ماشي وكده. يا عم صلاح، الله يا عم سيد.
غصب عني والسنتين اللي انا حبيتك فيهم دول عدوا بسرعه بس ما كانوش كتير ازاي بقى عدوا بسرعه؟ تخسري يا مدام هايدي. اخسر تاني؟ هو انا كل شويه اخسر تاني ليه بقى؟ تعالى يا شوف. لا انا كنت بلعب على سنتين فاضيين، كنت هكسب اصلا لو كسبتهم. وانا قاعد في الملعب على القهوه. خلاص يا ريس عاوز ابقى مدرس يا بابا. عشان اربي اجيال. حاضر يا بابا. امسك فلوسك واكمل شغل. حاضر يا بابا. هاجي عندي 7 سنين. حاضر يا بابا. مش بس الزمن بيعدي وبيكبر بسرعه. انا بمدرس غصب عنك وعن اي حد. كده؟ طب انا هروح اقتل نفسي. عشت سنتين بسافر فيهم تراب الشوارع عشان اجيب حق لقمه. مش لو فرق في اليوم الهم بيعلم حاجات كتير غلط وبعد كده ارجع سنتين من ابويا. حاضر يا بابا. عيني بقيت راجل كبير. حاضر يا بابا. بس انا كده ملوش لازمه ازاي؟ تخسر يا شوف 5 ايام. 5 ايام بس يا عم شوف. ما يضرش. اجازه نص السنه صيف 99 اسبوعين. صح يابا تخسر يا شوف عادي يوم عيد ميلاد. لا انا مش هلعب على يوم عيد ميلادي عشان انا لو خسرت يوم عيد ميلادي يبقى خسرتي نفسك. عادي. يوم عيد ميلاد بس مش اي عيد ميلاد. ده عيد ميلاد اللي ابتدى وخلص بس خلاص. ما هو مفيش حاجة تانية تتقال. زيه زي كل أعياد ميلادي. أنا ممكن أراهن بيهم كلهم. ناس بتحب أعياد الأوان عشان بتفكرهم بالصور والذكريات والأيام الحلوة. أنا عندي 70 صورة كل أعياد ميلادي فيهم كل حاجة عني. فرحي ونجاحي وفشلي وخطوبتي وجوازي وطلاقي. وعندي بالوسيلة 2 بس فطير. محتار احط اني صورتين في الوسيلة وهو لو الواحد حب يلخص حياته كلها في صورتين يحطهم في البرواسيل دول يعمل ايه؟ تعرفوا انا سبت بالوصف وحطيت على التاني شريط اسود وبرضه هراحي على البرواسيل دول. طب 23 و4 66 ثانية واحدة. واحنا لو كسبنا هنستفيد ايه؟ انا عارف ما بعملش بس. هو ده فهموا المكسب يا جماعة. عمل عليه سنتين المرة دي يا باشا. لا على سنتين يا متر ترابيزة فيديو كده. يا حبيبي لما تكون عايز حاجة قوي احلم بيها. عايز حاجة اتمناها واحلم بيها. انا بقى عايز ايه؟ حب نفسك، حب الناس، حب الحب. بس انا عرفت انا عايز ايه. بس دي عايزة لون عريض. مش حلو بس مفيش غير
نرتاح الاول عشان نشيل الفكره. ها خلاص كده اتفقنا؟ ماشي وريني. نقف. بنضيع على نفسنا مليون فرصة ممكن نعيشهم بجد، عشان كام سنة ندور فيهم على نفسنا وما بناخدش بالنا ان الحياة كده كده سجن. وانت وذوقك بقى، يا ترسم على حيطانها بورتريهات لناس راحت، او تعلق على سقفها كام فكرة بيعذبوك، يا اما تغادر عشان توسع الزنزانة اكتر واكتر لغاية لما تبقى كون بحاله. ساعتها يمكن تعيش مليون سنة. أنا بطبيعة الحال سجنت كل الاحتمالات، وعشان كده أقدر دلوقتي أقرأ الجملة اللي كتبها زكي مراد تحت القضبان. أنا زكي مراد متأكد إن بعد يجي تقريبا عمر بحاله 1 زائد 1 ممكن تساوي أي حاجة. إن شاء الله رئيس طواويش وسلومة فيه وزلط. ومعانا عمرو مدبولي من عرض 1 زائد 1. اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك. عمرو، عايزاك تكلمنا عن شخصيتك ودورك النهارده في العرض. دور انا بالنسبه لورشه الارتجال اللي احنا كنا شغالين فيها، انا كنت بمثل احد افكار دماغ استاذ زكي. انا كنت فكره رقم 1. الفكره دي كل فكره فينا كانت بتعبر على حاله معينه جوه دماغ الاستاذ. انا مثلا كنت بعبر عن الوحده، كان في معانا علي الزك كان بيعبر عن الشر، كانت في ناس كانت بتعبر عن حالات المرح، ناس كانت بتعبر عن الغنى، ناس كانت بتعبر عن الافكتات الاخراجيه، يعني بعض من الحاجات دي شويه. ايه اكتر حاجه تعبتك في ان انت تتقمص الشخصيه ديت؟ والله هو العرض عشان كانت فكرته كانت ارتجال، فاحنا اللي كنا بنختار الادوار ديت. يعني هو محمد عادل تعب معانا تعب كبير قوي عشان يطلع مننا الحاجات ديت. وبعدين حاجه كمان، العرض قعد فتره طويله قوي، كنا شغالين فيه شغل 4 شهور من الاجازه وبنحضر له، والحمد لله العرض طلع كويس. ايه الرساله اللي انت استفدت منها في خلال العرض وقدمتها للناس؟ الرساله هي فكره العرض نفسه. هو العرض فكرته فكره فلسفيه شويه، هو اسمه 1 زائد 1 بتساوي ريش طواويس وزلومه فيل وزلطه. هو كان اسمه في الاول علامه استفهام، بس احنا ما فكرنا لقينا علامه استفهام ممكن تسبب شويه جدل، اخترنا الاسم ده عشان يدي شكل كوميدي، بس هو في الواقع بيعبر على حاجات فلسفيه كتير قوي. هو مغزاه يعني ال1 زائد 1 ممكن تساوي اي حاجه غير 2. معانا بسنت من عرض 1 زائد 1. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بحضرتك. بسنت، عايزاك تكلميني عن دورك النهارده في العرض.
بصي، هو انا فكره من الافكار اللي جوه دماغ المؤلف، هي عباره عن ان المؤلف جواه افكار حلوه وفكره واحده بس الشريره، فاحنا بنبقى بنعمل الحاجات اللي هو بيالفها. هو بيقعد يفكر مثلا بيالف عن مثلا زي ما شفتوا عن ماكبث حاجه كلاسيك، فاحنا بنعملها. بنعمل مثلا حاجه تراجيدي زي السفينه، بنعملها حاجه كوميدي لايت زي المهيوس، فاحنا بنشتغل بالظبط اللي هو بيالفه وبيكتبه. في بقى بنت اللي هي البنت اللي كانت طالعه معاه دي، فكره صالحه جواه، لاوعي من اللاوعي اللي احنا عايشين بيه. هو كان مؤلف لقيط ويتيم، وزي ما انتم شفتوا الاحداث اللي مر بيها صعبه قوي. معانا محمود عبد العزيز بطل العرض معانا. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك. محمود، عايزاك تكلمني عن دورك النهارده في العرض والاغاني اللي انت غنيتها لنا كمان في العرض. والله دوري كان في العرض ان انا بس يعني مجرد مساعد لابطال كتيره جدا، ناس ذو خبره كبيره جدا. انا اول مره اقف على خشبه المسرح، بس غنيت كتير، فهم يعني انا كنت بسندهم في الغنى. طبعا هم مش محتاجين حد يسندهم، هم ما شاء الله عليهم بجد، انا كنت استفدت منهم كتير. اللي عايز اقوله بس يا جماعه ان احنا تعبنا كتير جدا، وياما سهرنا وياما تعبنا وياما اتهزقنا وياما اتشتمنا، فالحمد رب العالمين. انا بحمد ربنا جدا ان احنا. ومعانا دلوقتي بسنت من عرض 1+1. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بحضرتك. بسنت، عايزاك تكلميني عن دورك في العرض النهارده. انا كنت طالعه في مشاهد منفصله الشخصيه، ده غير ده. في مشهد كنت طالعه مرات المهيوس، ست ام احمد، ست تقيله وليها تحكماتها في بيتها، نازله ليل ونهار بتضرب في الخدامه، المهم تقضي طلبات جوزها. في مشهد تاني كنا عاملين اوبريت جماعي، قصته عامه يعني لينا كلنا. تالت مشهد كنت طالعه السفينه بدور واحده غلبانه كل همها انها بتتخبط في الدنيا شمال ويمين، بتحكي قصتها وقصه الدنيا عملته فيها.